السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش معنى انك فشلت في حاجة او وقعت يبقى انت خلاص فشلت وده اخر الطريق. الفشل الحقيقي انك تستسلم وتوقف بدون اي محاولات وتفضل في مكانك. الفشل عامة او عدم التفوق في حياتك بيكون بسبب امور معينة. اول حاجة انك مش واخد بالك من نفسك، عايشها وخلاص، عايشها مع الناس وخلاص، رايح مع اللي رايح وجاي مع اللي جاي، ولا بتطور نفسك في اي جوانب حياتك، ولا اي حاجة بتقول عليها بتستمر فيها حتى. وعاداتك كلها سيئة، بتنام براحتك وتصحى براحتك، تقعد 3 ساعات على التليفون والسوشيال، وبعد كده تطلع تقعد على القهوة بقية اليوم وتاكل أكل غير صحي، وهكذا كل يوم. بتضيع وقت ومجهود على الفاضي في الهوا، وبتكرر نفس الغلط كل يوم ومستني نتيجة مختلفة. كل حاجة بتتعلمها نظري وما بتطبقش، بتفضل تسمع فيديوهات وتقلب هنا وتقلب هنا وما بتطبقش على أي حاجة بتتقالك. بتهرب دايما من المواجهة ومش عارف نفسك صح، ولا عارف انت عايز ايه، ولا عارف نقاط قوتك ولا نقاط ضعفك. بتلوم كل الناس حواليك إلا نفسك، الأهل والجيران والمجتمع والبلد ومش عارف ايه، إلا نفسك ما بتجيش على نفسك خالص. بتخاف تبدأ في أي حاجة لا تخسر أو تغلط، ما هو ده اللي هيحصل فعلا. متحفز يوم وللأسف كسلان بقية الشهر، عايش في دايرة الراحة دي، ولا بتشتغل ولا بتتحرك من مكانك. النجاح ما بيجيش للشخص اللي على طول قاعد مرتاح كده، عمر النجاح ما هيجيلك، ومنتظر دايما الظروف كلها تبقى تمام ومتهيئالك عشان تبدأ. انت اللي لازم تظبط ظروفك على اللي انت عايز تعمله، لكن الظروف عمرها ما تتظبط لوحديها. حياتك كلها تضيع في الوقت وتسويف، وقاعد دايما مع صحبة مش بتقدمك لقدام خالص، دايما بتأخرك. لو انت مش هتعرف تسحبهم للأفضل، هما اللي هيسحبوك معاهم. لازم تعرف انت مين وعايز ايه وشغفك ايه وعايز توصل لإيه. لازم تبقى عارف كل حاجة عن نفسك. لازم تبدأ في التغيير، ولازم تبدأ في أي حاجة انت عايز تبدأ فيها. اسأل نفسك أنا ايه اللي موقفني. خلي دايما عندك هدف كبير تشتغل عليه، وياريت تبقى منضبط. الحاجة اللي بتقول عليها اعملها، ما تستناش. واقطع السوشيال ميديا وأي حاجة بتفرز عندك دوبامين بكميات كبيرة ودوبامين رخيص. طول ما انت بتحاول وتقع، بتحاول وتفشل، فده مش فشل. لكن الفشل الحقيقي أول ما تبطل محاولة. مش لازم تكون عبقري خالص عشان تنجح، كفاية انك تكون واعي على نفسك. ما تخليش الايام تعدي وتسرق منك عمرك، وتكتشف ان انت ما عملتش اي حاجة في حياتك وتندم بعدين. اطلع برا الدايرة اللي انت عايش فيها وخد الخطوة. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.